التسليم وعدم القلق. قعدت افكر كده، ومن العذراء دي ملهاش اب وام في الوقت ده، زي اللي خلاص ملهاش اب وام، وهي 13 سنة ولا 14 سنة وبقت حامل. مشكلة صعبة جدا من غير اب وام. وبعدين المشكلة الأكبر إن يوسف العجوز اللي معاها، يوسف كان فوق 90 بالمناسبة، طيب جدا، بيحبها جدا زي حفيدته، والملاك ما قالوش حاجة وهي حامل، والحمل ده لازم هيبان بعد شوية. لو واحدة تاني كانت بقت بتفكر ومهمومة وإيديها على خدها وعمالة إيه تحسب، طب أقول له، طب ما أقولوش، طب أسافر، طب ما أسافرش، طب هعرف أوصل لوحدي، طب عند إليصابات هيقولوا إيه، طب هيفهموني، طب هينفع أقول لإليصابات وزكريا إن أنا حامل؟ هي رايحة ومش عارفة إن هم عارفين، خلي بالكم، هي رايحة فوجئت إنه الروح القدس قال لإليصابات، لكن هي مش عارفة دول عارفين ولا لا، هي رايحة تخدم. ما فيش ولا حاجة بتقلقها، ما بتعولش هم حاجة خالص، مع ان عندها من الهموم ما يكفي لأي ست انها ما تنامش، لكن هي ما بتعولش هم حاجة خالص. طب هناكل ايه؟ طب لو يوسف العجوز ده مات، طب هو ابني ده اللي هيتولد هل هيرودس هيقبله؟ ده بيكره اي حاجة صح في الدنيا. ما فيش بقى تفكير من النوع ده، مفيش قلق على اي شيء في الحياة، عايشة تسليم على اجمل درجاته، متشالة شيل وخاف ربنا، ما بتحسبش لأي حاجة. ما فكرتش ماذا سيكون موقف يوسف، وما فكرتش ماذا سيحمل المستقبل، وما فكرتش انا هبقى ام ازاي. ده اي بنت حتى عادية خالص تتجوز وتحمل وتبقى قلقانة، هو انا انفع ام؟ هو انا هعرف اربي؟ هو هيحصل ايه في الولادة؟ هو مش عارف الايام الجاية شايلالي ايه؟ ولا حاجة من الحاجات دي بتعدي عليها. هي شغلتها تسبح وتحب في ربنا وتسرح في ربنا طول الوقت، وكل حاجة ماشية لوحدها. عشان كده العذراء بالنسبة لنا أيقونة السلام، يعني وشها مريح يدل على سلام عجيب، إنها لا تضطرب أبدا، إنها فرحانة بربنا، مستقرة نفسيا جدا. محدش يا جماعة يتصور إن العذراء ظروفها كانت أحسن من ظروفنا فمن هنا عندها سلام، لا طبعا، ظروفها كانت أسوأ من ظروفنا بكتير. من ناحية الناس ملهاش ناس، ومن ناحية الفلوس فقيرة جدا، ومن ناحية التحديات والتغييرات اللي في حياتها كبيرة جدا، ومع هذا كان سلام عجيب مرتبط بتسليم بلا حدود.
صحيح